سريعا كده قبل ما نختم بقى، يعني الخبر السؤال اجباري في الاخر دايما اللي احنا كل واحد يبص في ورقه اجابته. قول يا كابتن. طب انا اقول لك حاجه عندي كده. الاهلي رفض باسم مرسي. الاهلي رفض باسم مرسي؟ ايوه ده مش حقيقي. اتعرض. اقول لك بقى، لا ثواني بس، انا اقول لك بس. اتعرض على النادي الاهلي وقفلوا الباب على طول، خوفا من ان القصه لسببين، هم ما لهمش رغبه في القصه، وخوفا من ان القصه تكون فرقعه اعلاميه عشان الاهلي يخش ويعلي باسم. يعني باسم كان معروض على الاهلي من وكلاء. من وكلاء. طب عمر بيقول لا الموضوع مش صح. لا ده باسم مرسي يعني لغايه اقول لك ايه مثلا، لغايه ساعات قليله. بس المفروض هيجدد يوم الاحد. ايوه هيجدد. بص باسم ما عندوش عروض من بره مصر، ولا عنده عرض صيني ولا عنده عرض خليجي ولا اي عرض، وباسم هيجدد في نادي الزمالك. انا اللي بقوله واضح ان اتعرض على النادي الاهلي. النادي الاهلي قفل الباب على طول، ما خدش مناقشات لسببين. السبب الاول قالوا مش محتاجين، السبب الثاني عشان ما يتحطوش في شكل اعلامي انه مش محتاجين زي الاهلي معلش. باسم مرسي يليق جدا على النادي، يعني باسم يليق على النادي الاهلي جدا. قول لهم بقى. احنا بقى طيب عمر ما كلموه كتير. ايه الخبر اللي عندك؟ لا ما كلموه كتير، فاهم انت؟ كلموه امتى؟ ده لغايه من يومين. اللي كلموه من يومين. وكلاء برضه بيكلموه. بص قال لك كلموه من يومين وقال لك ما فيش. باسم مرسي ده بياخد عقده مع الزمالك ب 4 مليون صافي، بياخد تقريبا 3 مليون و600 الف او حاجه زي كده. اتعرض عليه 6 مليون من الاهلي. مين اللي عرض في الاهلي؟ ما اعتقدش. لا مش حد في الاهلي. مش حد في الاهلي عرض حاجه، اتعرض عليه والاهلي طب ما هي كلها وكلاء. طيب ماشي. يعني كل ما الناس بتقول لي ومولي عمر يلا مش عمر. حد، لا مش حد في الاهلي عرض.